وحدة تانية كان بدها، بس ابن عمي حزير شو بده يصير؟ بدها تطوف النار، بدها تطوف المقلة مايل، عرفت؟ خلينا عن اهلتنا ومهلنا. هلا منورين بقناتي ويا اهلا وسهلا فيكم. كيفكم؟ اخباركم؟ ما اشتقتوا لي؟ قديش صار لي غايبه انا؟ ايه يا اكابر، اليوم بدي احكي لكم كيف انا اجيت من لبنان وعن طريق مين وكيف كانت القصه. كانت قصتي بتذكر مره من سنه باللايف وما عاد عدتها، مدري مرتين ما عاد اتذكر. ففي كتير بنات بتقلي عيد القصه، وانا بصراحه على اللايفات ما بحب عيدها، يعني ما بحب التكرار بالحكي. طيب انا رح اعطيكم وصفه هالسمك ورح نبلش بالقصه، يعني التتبيله من الاخر. ماما حبيبي أنا عم أحكي ماشي، خلينا نبلش بالطريقة. يوسف حدة وعم سايرو مشان ما يقطع لي أفكاري، بتعرفوا أنتوا بتضيع أفكاري لما أنا بس بدي أحكي لي شي كلمة وحدا يقطعني من الحديث، خلص بيروح كل شيء مفكرة فيه. أنا السمك بيجيني مبروش جاهز على باب البيت، يعني ما شاء الله أنا باخد 6 كيلو ب700 جرام واصلين. واللي بدها رقم تليفون بياع السمك تكتب له بالتعليقات. توصيل السمك عباب البيت هو فريش. هون رجعت عدت على تنظيفه، حطيت له ملح وبرشته للسمك، بصراحة برجع ببرشه شوي بالسكين مشان انضف واقبل يعني بالاكل. فانا هون عملت مثل ما قلت لكم، غسلته مليح مليح بعدها وبعدين جروحته للسمك. هلا لازم اني جروحه، نسيت اني جروحه بعد التتبيله، هلا بجروحه بتلاقوني، هو بدي اقطع منه يعني. حطيت راس توم مع معلقتين بابريكا حمراء، معلقتين كزبرة إذا بتحبوا تحطوا معلقة، ومع معلقة صغيرة كمون، ما بكتر كمون. وهاي هي الطريقة. حطيت لكل كيلو سمك معلقة ملح، عيرة لكل كيلو سمك بده معلقة ملح، ما مليانة عادية. إذا بدي أنقع السمك قبل بيوم ما بكتر توابل، الملح عادي بيكون، بس ما بكتر توابل لأنه بغض مباشر. شرائح ليمون بيناته. طبعا إذا بدي تبل السمك أنا بساعة وقتها وإقليه بساعة وقتها بكتر شوي، بيزرق على التوابل مشان يطلع كتير طيب. بتحبوا تحطوا عصرة ليمون حطوها، ما بعرف، أنا بحب إني هيك ضفله شوية ليمون، ما بكتر مشان ما يحمض كتير، لاني انا بتعرفوا بعمل صوص الثوم والليمون حده. انا كنت بلبنان وذكرتني اكلة هالسمك لما كنت بلبنان، وكيف اجاني التليفون فجأة وقت اللي عم بقلي هالسمك بالغابات. يوم من الايام قال لي زوجي ضبي هالاغراض وتعالي نطلع على الغابة نقلي السمك، ما نشوي نقليه. يعني شو بدي لكم، السمك المقلي على الحطب ولا اطيب، ولا اطيب من المشوي بزمان. على فكرة أنا كتير بشهي السمك للناس، كتير كتير، كل ما بساوي التتبيلة العالم بتشتهيها من تحت إيدي وبتطبقها وبتقول لي يا سلام. هلا بحكي لكم على ناس كتير كانت تعمل تتبيلة غير هاي التتبيلة وصارت تتبع طريقتي، وصارت تقول لي ما آكل إلا على طريقتي. والله ما عم زل عليكم ولا بحرف، هذا الموجود على اللايف وانتم بتشوفوه بعيونكم، صح ولا لا؟ المهم يوم من الأيام لما بنروح أنا وزوجي على الغابات والأولاد، بعلق هالولد بهالمرجوحة، شيء إنه بربط المرجوحة بين الشجرتين وبحط أصغر ولد فيها، لهلأ بتذكر. بين ما عم نعلق الحطبات ونساوي ونظبط هالجو بغابة بهاللبنان. شو غابات يا جماعة، شو غابات، لسه أحلى من هون يعني. أنا كتير بحب لبنان بغاباتها، بتعقد لبنان مثل سوريا، مثل الساحل السوري لبنان. كنت بدي احكي لكم مبدئيا على سفرتي والله، بس ما قدرت، تذكرت انه حذفوا لي الفيديو، فخلينا بضمن الطبخه. هلا اللي بده يتسمع قصتي كيف سافرت واجيت على السويد وقت اللايف يسالني فانا بقدر جاوبه. المهم هلا انا هون وقت اللي طلعنا عملت هالسمك يا جماعه. انا كنت بلبنان كتير ساوي سمك، وين ساوي؟ بالغابات، دائما بالغابات. انا كتير بحب اقلي السمك بالغابات، خاصة المقالي، البطاطا، اي شيء، الزهرة، اي شيء، اي انواع مقالي كتير طيبة على الحطب، خاصة المحاشي وهيك اشياء. هاي الشغلات كتير بحبها انا على الحطب، خاصة بالصيف. بتعرفوا انتو روتيني كل يوم برا وكل يوم طبخة شكل، وين؟ على الحطب. وها هي في ناس ما بتتقبل هالشي، بيقولوا لي بتضلي برا، بتضلي كذا، بتضلي بالشارع. هذا ما شارع، هاي غابات يعني. انا كنت بلبنان دائما اطلع على الغابات، ودائما الناس كلها تعمل فيها سيارين عادي، وين المشكلة؟ ومن يومنا كنا بسوريا نفس الشيء، شي كفارين، شي ملتقى النهرين، شي مزارعنا وهالقصص هاي. السيران وين من كان سيران؟ ما تقولوا لي. المهم في ناس بتعترض هالشي هذا، ليش عم تطبخي برا، وليش مدري شو، وليش كل يوم سيران؟ ايه ما بيحبه حدا، يمكن مرتاح او مبسوط غيرهم، والله ما بعرف. انا ما فهمت بصراحة الناس كيف، لان بتعرفوا انتو في ناس هلا عم تتسمع على الفيديو ما بتعرفني اني بفتح لايفات، بس طبعا هذا الحكي بينسأل كتير على اللايفات. اللايف كتير طبعا بكون عالي لما بكون انا فاتحة وعم اطبخ دائما. اوكي هلا انا مثل ما قلت لكم بنصحكم كتير تجربوا تتبيلة هالسمك، لانه بعض العالم، بعض الناس كتير بحبوا يتبلوا السمك
بطريقة غير هاي الطريقة بالملح بس. يعني بقصد انه لا بحطوا لا توم ولا كمون ولا بابريكا ولا هالقصص اللي انا حطيتها ابدا، فبس ملح بتبلوه بعدين بيعملوا صوص الثوم لحال وببلشوا. يعني هيك في بعض الناس انا بعرف. ففي كتير ناس انا بعزمها لعندي لما بساوي هاي الطريقة بطير عقلها فيها بصراحة، بيقولوا لي نحن طريقتنا مع هيك. في بعض رفقاتي كتير ما اكلوا السمك، ما بيحبوا السمك ابدا، بس لما اجوا لعندي كنت انا مساواي هالسمك وهالفراريج وهالكبي وهالمندي وهالقصص هاي. انا عزايمي كلها فراريج مندي كبي يبرق هيك قصص يعني. فلما داقوا السمك يعني ما اول شي ما اكلوا، يعني ما بعدوا، بس قد ما يقولوا رفقاتهم انه طيبة طيبة، رفقات التانيات انه طيبة طيبة، طريقتك كيف طريقتك كيف، حبوا يدوقوا هيك بطرف يعني. داقوا هيك اول لقمة لا، يعني من الاخر طار عقلهم فيه. يقولوا لي انا اول مرة هيك باكل سمك، حتى اكلين السمك اللي بيحبوا بيتبلوه دائما بالملح، بس بالملح او بالثوم، يقولوا لي انا اول مرة هيك بدوق سمك. كيف متبلتيه؟ لا إلك طريقة خاصة، إلك طريقة مدري شو، عندك سر بالتحضيرات او نفسك الطيب. والله العظيم الا اترى عم قول لهم انه قلت لهم انا يعني انتم عم تسايروني ولا شيء؟ قالوا لي اقسم بذات الله ليش بالعاده بنسايرك اذا الاكل ما طيبين، احنا بنقول لك ما طيبه. بيقولوا لي فعلا، هن بيقولوا لي ما بيستحوا، انا رفقاتي وبعرفهم. بعدين عاد في احد من رفقاتي الصبايا قالوا لي انه بدنا ندوقها ما مندوقها، المهم داقوها وعجبتهم الطريقه كيف تحطي لها كيف كذا. قلت لهم شوفوا فيديوهاتي واشرت لهم كيف تنحط وكيف تنعمل وكيف تنعمل سمك الحره وكيف تنعمل سمك المتبله، وكله نفس الطرق وكذا وهيك. فقالوا لي نحن ما بنتبلها الا بالملح، وبعدين بنعمل صوص الثوم والليمون وبعدين الطراطور وهالقصص هاي. قلت لها لا نحن برضو بنتبل هاي التتبيله وبنرجع بنساوي الطراطور وبعدها كمان الثوم والليمون والبابريكا يعني بقلبها، او دبس الفليفلي شو من كان. هاي الكب النية هلا بقولكم طريقتها جايتكم بالحديث. المهم هلا هني من الاخر صارت رفقاتي هدول ما بياكلوا السمك صراحة، صاروا ما ياكلوه الا على طريقتي. حتى اللي كانوا يعملوه ويتبلوه بس بالملح واخر شي يتوموا، يعني يحطوا له بعد ما يشووا او بعد ما يقلوا بيحطوا له الثوم على وجهه، كمان صاروا يعملوا نفس الطريقة. والله العظيم عم قلكم قد ما طار عقلهم فيها. على فكرة بس ما بس عيلة او عيلتين او ثلاثة، انا كل ما بساوي عزيمة بعزم الناس على سمك، يعني هاي وجبة السمك لازم تكون موجودة على سفرتي لما بعزم يعني عالم مشكلة. تمام. وهني انا عندي رفقة كتير بتعرفوني مش قد بعاشر صبايا وبنات وكذا وهيك، وبحب يعني انا انسانة اجتماعية، يعني ما بحب اني تم مكتئبة وقاعدة لحالي وهالقصص. هون الكبة انا كنت مجهزتها من البيت وجاي، حبيت اعمل معاها فتوش. عن جد شي رائع الاكل، شي رائع كان. الكبة هي عبارة يعني عن هبرة وبرغل، يعني ايش قد مثلا بحط مثلا كاستين برغل ناعم على وقيت هبرة، ما بكتر يعني ناقصة شوي، انا ما بحب الهبرة كتير بقلبها. غسلت البرغل عصرته منيح خليته منقوع شوي شي ربع ساعة، بعدين فرمته دورين على الماكينة، وبعدين مع بصل صغيرة ناعمة ضفت عليهم مبروشة ناعمة او مفرومة على الماكينة ما بيأثر. دبس الفليفلي تكون دبس الفليفلي من النوع اللي بتصبغ، مو دبس الفليفلي اللي نحنا المنساوية على ايدنا، هي بتصير فيكم تخلطوا منها كتير طيبة، بس الافضل انه دبس الفليفلي الجاهزة الحدي او وسط، شلون ما بدك انت على كيف ما بتحبيها، بس انا بحبها تكون يعني وسط الفليفلي اللي بحطها بقلب الكبة. فهون انا كمان بحط لها شوية زيت الزيتون، شوية جوز، يعني ما بكتر، اذا بدكم بكتروا حسب الرغبة هاي، وبدعك ورشرش بهالمي وبجبجة وبدعكة وبرش بهالمي. يعني طريقتها بتختلف جدا عن الكبة العادية، يعني لازم تكون مبجبجة على الآخر، يعني لازم تكون مبجبجة بحيث انها هيك تدوب بالتم ذوبان، يعني مثل القيمة تطلع. انا هيك بحب الكبة النية. حتى بدي اساويها، بدي اعمل لكم مقطع تبقى اساوي لكم اياها على ايدي يعني نظامية بس بدون ماكينة مشان تعرفوا كيف الطريقة. تمام. هلا هاي هي طريقتها كتير سهلة، وملح حسب الرغبة، وزيت الزيتون على الوجه، وانتوا كيف بتحبوا بتشكلوها. وهلا انا هون عملت صوص للكبة النية. هو الصوص عبارة عن بصلة ناعمة مبروشة، معلقة دبس البندورة، معلقتين دبس الفليفلي كتير بتطلع طيبة، كمون، اهم شي الكمون، ملح، زيت الزيتون، هذا هو الصوص كتير سهل. وهون بلشت اقلي يا جماعة. عن جد طعمة هالقلي هون يعني عن جد اطيب من المشوي بزمان، يعني كأنك شاويتي على الفحم واطيب. يعني بنصحكم انا لما اليوم بدكم تشووا السمك والله بنصحكم بهاي الطريقة انه تقلوه على الحطب
اطيب بكتير. جربوا ما بتخسروا، بكره جاي هالصيف والصيف كيف. اي والله يا اكابر. وهاي الطريقة بالذات اني اقلي على الحطب كتير عالم راحت جربته وقالت لي بالفعل اطيب من المشوي بزمان. يعني من الاخر شيناهي دخن تدخين ومقلي بنفس الوقت وعم يقرمش وغابة بريحة الحطب الكاملة. في عالم كتير بتفضل انها تقليه، ما بتفضل انها تشوي، وبتطلع احيانا كمان بتطلع بدها تشوي ما بتفضل انها تقليه ببيتها. لا انا برأيي تجرب هاي الطريقة بالذات. انا لولا معنا طيبة ما بقولكن انها طيبة. انه الواحد كتير استغربت ناس ياخ عم تقلي على الحطب، ليه ببيتك اريح لك اضبط لك شو الله تعبك. ولإيش هو قلي على الحالتين اقليه ببيتك. لا هني ما أنا عرفانين انه نكهة تاني هو عن البيت، يعني بعيد عن قلي البيت، بعيد نهائيا وبعيد عن الشوي على الفحم. عن جد الطعمة جدا مميزة. يمكن شهيتكم اياه، يمكن شو بدكم تقولوا. اذا عندكم جنينة او ارض ديار او بتحبوا تعملوا مشاوي اقلوا لكم فرخين او فرخ واحد، بس انه جربوا ما اكتر. ايه يعني الواحد بشكل بغير نكهات. ايه والله. هون ولادي ما شاء الله غرقانين حابين نتش واكل نتش واكل. لا عن جد شي من الاخر. وانا كنت على اللايف يعني كالعادي بتعرفوني، عالم ولايف وحكي وشلشي وهالامور هاي. وهي كانت عن جد متعة وغير شكل، وهي حسب نفسية الشخص. بس بتمنى الواحد مهما كان مكتئب وهيك تعبانة نفسيته بهالبلاد هاي لازم يطلع يغير جو ويعمل هالأمور هاي، يسنح كذا. كتير شي رائع من الآخر يعني. هلأ بالله عليكم روحوا على التعليقات، لا تنسوا التعليقات كتير قال لي عندي. اللايكات، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس للي داخلين جداد. وتحياتي لمتابعيني ما متفعل زر الجرس يفعل زر الجرس على كلمة الكل أفضل وأحسن، حيوصلكم كل جديد. تقريبا يوم لا حنزل وصفات جديدة وحتدعوا لي فيها. حطوا لايك شير وسبسكرايب ويلا باي. وايمتى تذكرت العرانيس يا اكابر؟ بالليل وقت اللي بدي اروح على البيت قلت يلا بصورهم انه عم يشوون، قلت بضل ذكرى يعني. عن جد انا ما بحبها مشويه للعرانيس، الا هاي بحبها مسلوقه. وهلا مثل ما قلت لكم فعلوا الجرس على كلمه الكل. لما بنزل فيديو حيجيكم هيك اشعار انه نزلت انا فيديو. مثل ما قلت لكم لما انتم بتعلقوا تعليق عندي يا اكابر انا حرد لكم بالتعليقات، انتظروا علي شوي في ايده التعليقات، انا بسرعه برد عليكم ان شاء الله. في بعد كلام لسه بعد ما حكيته ما كفاني الوقت للفيديو، بحكي تبقى فيديو تاني.